السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم خياتي. نرحب بكم، نرحب كامل خياتنا، نقول لكم نورتوا القناة وأهلا وسهلا بكم. واليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة الزيتون الأسود، كيفاش تخدموا الزيتون الأسود في المنزل بطريقة سهلة بسيطة اقتصادي، يعني خاصة داخلين على موسم رمضان ونحتاجوه يعني بزاف في العجائن والمملحات تاوعنا وفي السلطات. يعني هذا طريقة صحية ما فيش مواد حافظة. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو للاخير وتستفادوا منه. ان شاء الله الفيديو الجاي نزيد ندير لكم الزيتون الاخضر كنت درته لكم في القناه، وان شاء الله يعني نعاوده لكم هكذا اللي ما شافوش. وما تنساوش ديروا بارطاج وديروا لايك اذا عجبكم الفيديو، وديروا الاشتراك باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله وتستفادوا ان شاء الله. قناه ان شاء الله حتنفعكم في حياتكم اليوميه. كما كنتم تشوفوا انا عندي هذا الزيتون الاسود، هو يكون يعني اخضر في الشجره، يعني ما كاش زيتون اسود في الشجره، يعني يكون اخضر ومن بعد يبدا يتلون حتى يرجع المرحله الاخيره، يرجع للون الاسود هذا. كما كنت وريت لكم في فيديوهات اللي فاتوا. هذا كان عندي في الشجره ديالي، النوعيه تاعو يعني رقيقه، من احسن كيكون خشن. انا الشجر تاعي يعني الحب تاعهم يجي رقيق، لانه ما همش كبار، يعني صغار. قد ما تكبر الشجره وقد ما تنزبر قد ما الحب تاعها يكون خشن، ولكن يعني الطعم تاعو هايل ما شاء الله، سورتو كيكون يكون اخضر. نقول لكم مروعه. هاوليك هنا عندي هذاك الزيتون اللي نحيتوه بعد ما شللته عده مرات. تنشفوه هكذا، تفتحوه مليح، تقطروه وتنشفوه. انا شفته في داك الطرشون هذاك ميكروفيبر حتى ينشف كامل من الماء. ومن بعد نجيب هكذا علبه من احسن بلاستيكيه باش يعني ما تكسرلكمش ولا. ونجيب اللي عندي كوب تاع الملح ماشي معمر، حوالي 3 كيلو، هنايا 4 كيلو. ديروا له هكذا الملح هو اللي راح ينحيلو هذيك المراره، لانه هذا الزيتون راهو ما تقدروش يعني تتناولوه هكذا من الشجره، يجي بزاف قاطع ويجي مر يحرق في اللسان. حنا لازم نحولو هذيك المراره ديالو. ندير هكذا 3 حفنات تاع الزيتون اسود، وندير شويه ملح، هكذا 3 حفنات وشويه ملح حتى نكمل كامل الكميه. هاوليك وشنو نتوما ما تملحوش بزاف باش من بعد ما يطيب لكم ما تعاودوش تشلوه، بتقعدوش تشلو فيه بالماء باش تنحولوا الملح هذاك. هكذا نتوما ما تكثروش الملح. انا درت يعني كوب غير ربع في حوالي 3 كيلو، هكذاك 4 كيلو. نتوما يعني ما تكثروش الملح. وهكذا نغلق عليه ونخليه يعني هذا ما كان طريقه سهله بسيطه. الملح والزيتون، الزيتون بعد ما يتغسل ويتنشف من الماء. وهاي لي قعدت لي هاد شويه، درت لها هكذا حفينه صغيره هذا. والعلبه هذيك يعني ما تعمروهاش تلفم، خلوه هكذا شويه اسباس باش تقدروا تزغدوه، تقدروا يعني تقلبوه وتحركوه. هاي ليك هنا تندرت شويه تاع الملح. انا نقول لكم ما تكثروش الملح، يعني ديروا غير مغرفه صغيره تكون عندكم كميه هكذا، لانه من الاخر كامل كيطيب حتبقى فيه هذيك الملوحه. وضروري الملوحه هذيك لازم نحوها، يعني لو كان نشلوه عده مرات وعده ايام تخلوه في الماء حتى تنحالو الملوحه. دوك تشوفوا نفهمكم كامل مع الاخر الفيديو. وكي ديروا له هكذايا لازم تخضوه مليح باش الملح هذاك يتخلط، ونخلوه هكذا عده ايام، تقدروا تقولوا حتى شهر وهو في الملح هكذايا. من الاحسن تكون عندكم العلبه هذه فيها ثقوب باش تخرج منه هذيك المراره وهذيك العصاره. وديروا لها نتوما يعني ثقوب، جيبوا حاجه هكذا وتقبوها هكذا شويه شويه، ثقوب صغيره باش تخرج منها غير هذاك الماء. هذا مكان. ودوك تشوفوا بعد ايام كيفاش يبدا يخرج له هذاك المراره. هنا عندي نوعيه واحده اخرى، هذا الزيتون يعني خشين ومازال ما كحش. راكم تشوفوا فيه يعني راهو فيه الكولور. هذا كان كامل خضر في الشجره. بعد ما يخلص الموسم تاعو يولي هكذا كحل. كاين حبات هامليك شوفوا كيفاش كاين حبات مازال ما تلونوش. وهذا ماهوش راح يعطينا اللون الاسود لانه مازال ما ولاش اسود كامل. يعني كي دوك نديروا له الملح راح يعطينا اللون بني. ودوك تشوفوا معايا سبحان الله، يعني زيتون واحد وكل واحد كيفاش اللون ديالو. كاين هذاك الموف، كاين على حسب يعني النوعيه تاع الزيتون. هاي ليك غسلته عده مرات من الغبار، نحيت له الاوراق، نحيت له داك القطمير، ومن بعد شللته درته يقطر. ومن بعد هنا نديرو في هذا الميكروفيبر هذه تشرب له كامل هذاك الماء. ما تخافوش على هذا الميكروفيبر، يعني ماشي حد تبغى لكم، غير تغسلوها يتنحى هذيك الكحوله، تنشفوه وديروه هكذا في قصعه هكذا ولا في سنيوه. ولا هنا نحولوا القطمير باش تخرج له المراره. تحبوا يعني تاني تشلحوه باش يعني تعاونوه تخرج له هذيك المراره. بعد ما نشفتوه مليح يعني تقدروا تخلوه للهواء ينشف. ندير له الملح كما شفتوا. تحبوا ديروا له في الجفنه وتخلطوه، تحبوا ديروا هذه الطريقه كما درنا في الخطره الاولى.
ديروا شويه ملح وديروا الزيتون، نديروهم على شكل طبقات كما المره الاولى. هكذا نجيب الملح هكذا شويه للوسط، لانه الملح هو اللي يخرج له هذيك المراره ويخرج له هذيك العصاره ديالو ويتكمش ويعني يرجع طري. هاوليك درت الزيتون، ودوك راني ندير شويه رشه تاع الملح هكذا. كاس صغير قلت لكم حوالي 3 كيلو 4 كيلو تاع الزيتون. انا درت كامل هذوك طبقات، مره ملح مره زيتون مره ملح، حتى تكملوا كامل باش ما نطولش عليكم. من بعد تغلقوا عليهم وتخلوهم يعني في بلاصه فيها البروده، تخلوهمش في السخانه، يعني الزيتون ما يحبش السخانه، يفسد لكم ويعني يغمل لكم في وقت قصير. وكاين طريقه هذه اللي يديروها ثاني، يعني تجيبي كيس هكذا، الكيس هذا يكون مفتوح، من احسن هذاك تاع الفارينه ولا تاع السميد تاع النيلون، هذوك يجوا مفتوحين. وتفرغي هذاك الزيتون تاعك بعد ما درتي له الملح، تفرغي. راح نوري لكم هنايا باش هذه اول مره راح ندير هذه التجربه هذه كما يقولوا، باش تشوفوا معايا كيفاش خرج لي. هاوليك انا موافقه نديرو في الماء، موافقه نديرو غير في الماء وحده، ونخليه مده يعني شهر 20 يوم حتى تنحل المراره. هاد المره حبيت نسي هذه الطريقه تاع الملح وخرجت يعني ما شاء الله. هاوليك ديروا هذا، جيبوا كيس مفتوح فيه ثقوب هكذا، وديروا هذاك الزيتون تاعكم بالملح بعد ما تغسلوه وتنشفوه مليح من الماء باش ما يغملش، وتصيروا هذاك الكيس مليح. هاوليك بدا يخرج في العصاره ديالو، وتجيبوا هكذا ليان، وتجيبوا هكذا اناء تقلبوه باش نزيروه، يعني باش هذاك الماء هذا كي يخرج منه ما يعاودش يولي عليه، يحبط كامل تحت في هذاك الاناء هكذا. وتقلوه بحاجه، لازم تكون حاجه ثقيله فوقه، ونحطوه نحطوه في بلاصه بارده وما فيهاش الضوء هكذا، يعني ما يهمش الضوء، يعني قد ما المهم ما تكونش السمش وما يكونش السخانه تاع الفرن. هايليك هاوليك بعد يومين ولا شوفوا بدا يخرج في هذيك العصاره ديالو، يخرج منه يعني واحد الماء اسود هكذا. وبعد نقلبوه، يعني دائما نقلبوا هذاك الكيس يومين 3 ايام، نقلبي هذاك الكيس دوريه الكوتي الاخر. وهذا تاني تاو بدا يطلق لي في الماء، شوفوا بدا الملح يتشمخ تاني، تنبدا نقلبو. هاوليك تبداو دائما تقلبوه، دوروا هذاك تخلطوا هذاك الزيتون يكون من الاسفل يولي من الاعلى والعكس صحيح. وهنا شوفوا هاوليك العصاره تاعو يبدا تخرج كما راكم تشوفوا. هاوليك هاو بدا يخرج في الماء، هذه بعد 3 ايام 4 ايام تبداو تشوفوا هكذا المراره. من الاحسن قلت لكم يكون فيه ثقوب، وديروا هكذا طريقه تاع اناء في ليان باش الماء يعاود يحبط كامل في الليان، ما يعاودش يشمخ لكم هذاك الزيتون. هايليك راني بعد شهر هنايا راهو خلاص خرج منه كامل هذاك الماء ديالو هذا اللي كان في الزيتون، وهذا الماء مر يعني ومالح كما شفتوا. ونوريه لكم كيفاش يعني اللون تاعو كيفاش خرج. هاوليك شوفوا هذا جاك شغل ماغون، لانه ما كانش يعني كحل في الشجره، كان يعني مخلط كما شفتوه، كان مخلط يعني كان رايح للموف رايح ما خرج يعني قد ما يطول في الشجره ويبقى اسود قد ما حيجيكم اسود. هاوليك هذا ثاني تاو خرج منه. انا قلت لكم يعني هذوك العلب هذوك ديروا لهم ثقوب وحطوهم هكذا باش يحبط منهم هذاك الماء، لانه كي ديروا الثقوب راح تتنحى هذيك الملوحه، يتنحى مع المراره. هاوليك ديالي هذاك الاولاني اللي شفتو هذاك الصغير هاوليك طاب، ولكن باقي فيه يعني الملح، لانه الاناء ما كانش متقوب، الملح قاعد في الزيتون. دوك لازم عليا نشلو عده ايام، يعني نخليه في الماء ونرمي الماء حتى نشوف هذاك الملح تاعو راهو معتدل. هاوليك شوفوا هذاك الزيتون تاعي رقيق اللي كان كحل قاعد كحل، وهذاك الموف قاعد شغل رايح للموف رايح للبني كما نشوفوا في الاسواق، يعني نصيبوا بزاف. هاوليك شوفوا كيفاش طاب، يعني جا ملحم لانه هذيك الحبه تاعو كبيره يجيكم ملحم. شوف يعني طاب علامه جا هايل. وشنو برك شويه ملح، تقدروا تنقصوا من كميه الملح، ديروا غير نص كاس تاع الملح. وكي ديروا الثقوب يعني الملح راح يخرج كامل، هذاك الملح يجيكم معتدل. هاوليك شوفوا الفرق في الالوان. كما قلت لكم كي تروحوا للسوق تصيبوا عده الوان، وهو الزيتون على حسب ما ترقديه، سواء تخليه يولي اسود، سواء تخليه يعني ما لحقش المرحله تاع يكحل، يعني ما تخلوش يلحق مرحله تاع يكحل، تنحوه يعني كما شفتوا هذاك اللي درتو انا. هذه هي. هاوليك شوفوا هذا اللي درتو راهو خرج كامل هذاك الماء ديالو. من الاحسن الماء تاعو تكون كما قلت لكم يكون ثقوب باش ما يبقاش فيه الملح. وهذا الكيس اللي درتو
انا نقول لكم ننصحكم ما تخلوهش في السخانه، يعني ما تخلوهش في المطبخ. لا حبيتو تنجحوا فيه ما تخلوه، اذا خليتوه في المطبخ تصيبوه كامل صوف لكم وتسيبوه غمل. خلوه في البروده، في بالكون، في طاقه، في كراج، يعني مهم مكان غرفه ما فيهاش الفرن ما فيهاش سخانه، المهم كوزينه ما تخلوش في المطبخ، لانه الزيتون العدو تاعو هو السخانه تاع المطبخ ولا تاع الشوفاج ولا يعني ولا الشمس ولا. المهم خلوه في مكان مهوي وفيه البروده ما فيهش درجه حراره. وهنايا شوفوا هاوليك هذا ديالي اللي قلت لكم عليه. وشنو هذاك رقيق برك. دوك هنا واش نديرو، نشلو شويه من هذاك الملح. هاوليك نشلو، هو ماهوش مالح يعني جا هايل، ولكن انا حبيت نزيد نشلو من الملح. اذا جاكم يعني مالح بزاف تاع العلب يعني ضروري تبدلوا له الماء عده ايام. هذا راح نشلو برك من هذيك الملوحه، نشلو 2 مرات ولا 3 حتى يصفالو كامل الماء يولي صافي. ومن بعد نشفو ونديرو شويه زيت الزيتون باش يعني نحافظ عليه في الثلاجه. هاوليك بدا يتنحالو، انا قطرته ودوك نعاود نشفو كما شفتوا الخطره الاولى بعد ما غسلناه نشفناه باش درنا له الملح. دوك ثاني يعني نشلوه ونشفوه ونديروا له زيت زيتون ونخلوه في الثلاجه باش يشد لنا مده اطول. هاي ديك الكميه اللي جاتني. دوك نديروا شويه زيت بعد ما نشفتوه، نديروا شويه زيت ونخليه في الثلاجه ولا تخلوه في مكان المهم يكون بروده، ما تخلوش برك في المطبخ قدام الحراره لانه راح يصوف ويغمل. هاوليكو بالصحه ولهنا. وهاي ليك انا كنت درت عده انواع، يعني هذا كان كحل وكي درتو في الماء شوفوا كيفاش ولا. هذا ما درتلوش الملح، درت له غير الماء، نخليه في الماء حتى نهار اللي نحتاجو نديرو الملح تكون تنحت من المراره. هذاك الاخضر تاني راهو غير في الماء. ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم تاني الزيتون الاخضر. وهاوليك هدايا تاني. دوك هذا راهو خلاص يعني وجد لي. دوك واش نديرو، نقعد نشلو بالماء مده يومين 3 ايام هكذا حتى نحس الملوحه هذيك رجعت يعني طبيعيه. من بعد باش نديرلو نشفو ونديرلو الزيت ونخليه في الثلاجه في علبه. وكي يكون يعني الموسم بارد تقدري يعني تخليه في بلاصه فيها البروده مهوي وما تخلوش برك مقابل الشمس. كما قلت لكم العدو تاعو هو المطبخ والسخانه. وان شاء الله المره الجايه نشارك معكم الزيتون الاخضر. هذا بزاف بنين يعني ما شاء الله. هكذا الوصفات هذوما يعني اقتصاديه وما فيهمش مواد حافظه ويعني وزاكيين وما كاش كيما حاجه تاع الدار اللي تخدميها بيديك. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش ديروا اللايك وديروا البارطاج وتشتركوا في القناه هكذا وتخلوا لي كومونتير طيب وحلو باش نعرفكم بلي راكم دخلتوا في القناه. وان شاء الله استناوني اليامات الجايه، كاين بزاف الجديد وكاين تحضيرات رمضان. نتمنى يعني تكونوا اوفياء للقناه وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وتبقاو على خير وبسلامه.